مرحبا بكم في كوزينة ديزاد. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. حبيت في هذا الفيديو نكشف لكم السر اللي حير بزاف الناس واللي تميزت به مدينة بوفاريك خاصة في شهر رمضان المبارك، وهو الشربات. شفت غاشي كبير يديروا لاشين في الحوانت تاع الشربات في بوفاريك ويجوا من بلايص بعاد غير على جالها، وانا هذه مدة اداني الفضول باش نحوس على وصفتها، بصح ما كانش اللي حب يمدها حتى يقدر ربي واحد من العائلة نتاعي هو من بوفاريك ويتاجر فيها. جبت هذه الوصفة من عنده وراح نقولها لكم بالتفاصيل. مقاديرها بزاف رخاص وربح نتاعها كبير، اللي حاب يتاجر فيها قليل اللي يدير لها شوية قارص طبيعي، والغالبية يخدموها بالمواد اللي راح نعطيها لكم. المهم طولت عليكم، ندوزو الوصفة. عندنا 5 روات الماء. على بالي بلي راح تقولوا بزاف هذه الكمية، انا تعمدت نستعملها على جال واحد المكون السري من بعد راح تكتشفوه. الافضل يكون عندكم ميزان ولا مغارف المكيال كيما اللي عندي. ديروا حوالي 12 غرام تاع لاسيد سيتريك، منكثروش منه لانه راح يمد حموضة تقرص في اللسان، وراح تصيبوه عند اللي يبيعوا دوزان الحلوى. المكون السري اللي ذكرته واللي ما يعرفوش بزاف ناس هو السكرين. السكرين هو سكر مركز، 5 غرام منه تحلي مقدار حوالي 5 روات الماء. تخيلوا غرام واحد منه هو ما يعادل حوالي من 150 حتى 200 غرام سكر، يعني احنا ما راح نقدروا نوزنوا غرام واحد ولا زوج، يجو قلال بزاف. على بيها استخدمت هذه الكمية من الماء. والفائض من الشربات تقدروا تحتفظوا به في الثلاجة. الفايدة تاع السكرين انه رخيص في السومة، وثاني يخلي الشربات خفيفة، ماشي كيما كي نستخدموا كمية كبيرة من السكر العادي اللي راح يعقدها ويزيد يثقل ذوقها. هذا المكون بالك تلاقوا صعوبة باش تصيبوه، ما عليكم غير تحوسوا عند الحوانت الكبار اللي يبيعوا دوزان حلوى. واذا حبيتوا تعوضوه بالسكر العادي ديروا في 5 لترات حوالي 700 غرام سكر، او اكثر او اقل على حسب ذوقكم نتوما واش بغيتوا. عندنا ثاني مغرف قهوة ولا 5 غرام تاع لافاني باش تمدوا نكهة وريحة شابة للشربات، ولازم تكون لافاني غبرة ماشي كيما اللي تشبه السكر. الشروط تاع الميزان، عندنا 2 مغارف كبار تاع الحليب، ما تكثروش منه خاطر راح يتكسر مع الرصيد اللي في الماء. الدور تاع الحليب انه يخفف شويه حموضه ويمد لون يشبه القارص الطبيعي كي يمتزج مع المكونات الاخرى. عندنا 2 مغارف كبار لاروم قارص، وهي تجي منكه وفي نفس الوقت ملون، شريتها بالحق من عند اللي يبيع دوزان الحلوى. واخيرا عندنا قطعه قارص نحطوها شباح، وهذا واش نحتاجه. نمر لطريقه التحضير. نقص شويه من الماء باش نذوبوا فيه كل مكون لوحده. نبداو بلافاني نحركوها مليح ونفرغوها في الجيريكا. من بعد السكرين، واذا ما عندكمش ديروا السكر العادي. من بعد لاسيد، من بعد نزيدوا العروم، وفي الاخير نزيدوا الحليب. نمخضوا مليح الجيريكا باش يتخلطوا المكونات مع بعض ويزيدوا يذوبوا. نديروها تبرد ومن بعد نقدموها، وهذه هي بعد ما فرغتها يجي الذوق تاعها روعه. واللي حاب يزيد لها شويه عصير القارص ماشي مشكل. ننتظر تعليقاتكم، نتشرف بالاشتراك على القناة والاعجاب على الفيديو، وماذا بكم اذا تفضلتوا تنشروا هذا الفيديو باش يستفادوا منه ناس واحد اخرين، وتبقوا على خير.